السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأفضل حال. معاكم لمياء إبراهيم ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني أتمنى يا رب تدعموني باللايك والشير عشان الكل يستفاد بإذن الله. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة جدا وبسيطة، مش مكلفة، وهتلاقيها موجودة عندك في البيت. بشوية دقيق وشوية مية هتعملي أسرع وأسهل مسرودة مصري جميلة جدا، طعمها تحفة، خفيفة على المعدة، وتشرفك في أي عزومة من عزومات رمضان. هتعمليها بمنتهى السهولة، بمجرد ان انت تحطي شوية مية على شوية دقيق وتعجنهم كويس جدا جدا، وبتكون العجينة بتاعتهم متماسكة. تمام. طبعا مش هقولك مقدار الدقيق ولا مقدار المية، ان حابة تعملي نص كيلو اعملي، حابة تعملي كيلو اعملي، بس اهم حاجة هتحطي المية اللي انت عايزاها الاول. مقدار المية سواء كوباية أو كوبايتين أو حبة زي ما انت حابة المية، والملح وشوية سكر، وتحط الدقيق حسب ما انت عايزة. تمام. ايه، مش مرتبطة خالص بأي مقادير في العجين. تمام. عن نفسي أنا عاملة 2 كيلو. تمام. حابة هتعملي بقى انت هتعملي حط المية وشوية سكر وشوية دقيق، وت... وتعجني حسب المية. تمام. بتكون العجينة بتاعتها يابسة شوية. هنستخدم في المكونات بتاعتنا المكنة بتاعت الخبيز العيش، والديارة اللي زي ما حضراتكم شايفينها شبه الغربال ديت، بس بتبقى الفتحات بتاعتها واسعة شوية. عشان ايه شايفين؟ بالطريقة ديت عشان ننزل فيها المسرودة بتاعتنا. والله ما بتاخد وقت ولا مجهود ولا أي حاجة خالص. لو الشمس طالعة هتنشري في الشمس دقيقتين اتنين تشفشف تلميها. ما فيش شمس طالعة على الركنة زي ما أنا عملت كده، هتفرشي قماش نضيف وتحطي. طبعا بنكسرها بقى، بنقطعها كور صغيرة كده زي ما حضراتكم شايفين، ونبدأ ايه نكسر العجينة بتاعتنا كده، أو نبططها كده. وفي المكنة هناخدها على دورين اتنين. أول مرحلة هتبقى على نمرة 3 أو 4 زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. يا رب الفيديو يكون واضح. دي أول مرحلة أنا بعملها كده، بملى المكان بتاع أو الطبلية أو الترابيزة بتاعتي على نمرة 4. تمام. ما ينفعش طبعا إن أعملها على نمرة 8 مرة واحدة، طبعا تتقطع مني وتبقى السمك بتاعها مش حلو. زي ما حضراتكم شايفين كده عملت الكمية ديت. تمام. هبدأ بقى كده أعملها على 8 أو 7 أو زي ما انت عايزة. أنا عملتها على 8. بيبقى القوام بتاعها حلو، والسمك بتاعها حلو، وبتبقى رقيقة كده، وبتبقى مورقة وجميلة جدا جدا، خفيفة وحلوة جدا بإذن الله تعالى. شايفين ما شاء الله؟ دلوقتي بقى هاخد اللي انا عملته المرحلة الاولانية وابدأ اعمل المرحلة التانية زي ما حضراتكم شايفين. وبعتذر لان التليفون في ايدي. شايفين؟ بنفس الطريقة كده. طبعا انت ممكن ترقي اكتر من كده، وممكن تقللي السمك بتاعها اكتر من كده، بس هو ده كويس. هننشره بقى على الركنة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، ومشغلة المروحة على نمرة 3 علشان تشفشف معايا بسرعة. والعجينة بتاعتنا ما بتنشفش قوي، لا بتبقى مشفشفة كده، يعني بيبقى فيها نسبة طراوة عشان تبقى المسرودة بتاعتنا طرية ومورقة وحلوة. شايفين ما شاء الله؟ يعني العجينة بتبقى معانا كده، مش ناشفة خالص كده زي ما حضراتكم شايفين كده. فطبعا بحطها في المنخل او الديارة الواسعة ديت، وابدأ بقى افرك وانزل كده. بينزل قطع صغيرة كده مستطيلة ومربعة كده، بتبقى طعمها تحفة، جميلة جدا جدا. بالسمنة الزبدة جميلة تحفة، الكل هيحبها، وبتبقى خفيفة عن المعدة، عن المكرونة وعن الرز وعن الحاجات دي كلها. بتبقى حلوة جدا جدا. صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو وصلتوا معايا للنقطة دي ما تبخلوش عليا باللايك والشير، وتشيروا الفيديو لكل أصدقائكم عشان الكل يستفاد بإذن الله تعالى. شايفين؟ ده خلاص، دي المرحلة الأولانية قبل التسوية. بالنسبة للتسوية بتاعتنا معايا المصفى بتاعتنا، ودي موجودة في كل البيوت، المصفى بتاعت البخار. لو مش موجودة يبقى المصفى العادية خالص، وفوق تحتها حلة مناسبة، وبنحط بنقفلها كده بالاسترتش او ال
او عجينة كده نلفها حواليها كده عشان ما تطلعش البخار زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا بحط المعالق ديت عشان ترفع شوية القماشة، وبنحط في القماشة بتاعت قماش، اي قماشة عندك، كوتونيل، شال، اي قماشة عندك قطن لازم تحط فيها وتكون خفيفة عشان تطلع معانا البخار. طبعا بنحطها لحد ما اللون بتاعها يصفر في اول مرحلة، ونخرجها خدي بالك كويس جدا من المية بتاعة المصفى عشان ما تنشفش منك. كل فترة تبص عليها وتطمني ان فيه مية موجودة في المصفى. تمام. طبعا بنخرجها من المصفى ونرددها، يعني بنحط لها لبن وقشطة زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنحطها تاني في المصفى مرة أو مرتين. عن نفسي أنا برددها مرتين اتنين، يعني المرحلة دي أطلعها وأحطها في المصفى تاني، وبعد ما تاخد حوالي 10 دقايق تاني على النار بالبخار، أرجع تاني أخرجها من المصفى وأحطها تاني يعني أعمل نفس المرحلة ديت باللبن والقشطة. بتبقى طعمها جميلة جدا جدا. طبعا وصفة الأجداد جميلة جدا، تحفة، ومش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة خالص. هتكون جميلة جدا جدا معاكي وسهلة وبسيطة، ومش هتحتاجي أي حاجة. هتنشري جنبك على الركنة 10 دقايق بالكتير خالص، هتلميها وتكسريها في الديارة وهتعلقي عليها أكنك بتعملي مكرونة أو أي حاجة سهلة جدا جدا. طبعا خلاص المرحلة التانية دي خلاص استوت معانا اهيت. هنبدأ بقى نحط السمنة الزبدة بتاعتنا أو أي سمنة انت حباها، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل عام وانتم بخير، واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله. سلام.